ال5 سنين الاخيره المغاربه كلهم عاشوا هذا الجفاف. كاين الفلاحه اللي ما جناوش حبه ديال الزرع في 5 سنين في بعض المناطق، كاين البراجات السدود اللي نزلوا حتى 1%. المغاربه كيحسوا بهذا التغير المناخي واللي مسبينه هما الدول الغنيه والدول المتقدمه. السلام عليكم، انا محمد علي الحاتمي، مهندس زراعي واحد مؤسسين الوسيله الاعلاميه نشفات، وجيت نفسر لكم اليوم علاش الكوب 28 كانت استثنائيه. هادي 40 عام على الاقل عارفين باللي الطاقات غير المتجدده، النفط، الفحم، الغاز كيتسبوا في الاحتباس الحراري وكيهدوا مستقبل الانسانيه. ولكن اول مره في 28 عام ديال الدبلوماسيه المناخيه اعترفنا سياسيا انها كتسبب في الاحتباس الحراري. استثنائيه اكثر لان هذه المسؤوليه تعترفات في الامارات المتحده اللي هي دوله نفطيه، ولان الرئيس ديال الكوب 28 هو الرئيس ديال الشركه الاماراتيه ديال النفط اللي هي سابع شركه عالميه ديال الانتاج ديال النفط. ولكن كاين واحد ولكن قداش اتفقوا على الابتعاد من الطاقات غير المتجدده، transitioning away from fossil fuels، في بلاصه ما يتفقوا على الخروج التام من الطاقات غير المتجدده والطاقات النفطيه، phasing out from fossil fuels. ما كنقولوش واش غادي ننزلوا ب 15% في العام ولا غادي ننزلوا ب 0.5% في العام. ملي ما رقمناش وما عطيناش اهداف اجباريه راه بحال ما درنا والو، حيت الدول النفطيه والدول المتقدمه ما باغياش تنقص بزاف من الوتيره ديال الاستعمال وديال الاستهلاك ديال هاد الطاقات. راه كنشوفوا التاثيرات ديالها في المغرب بالجفاف، بموجات الحراره ديال اكادير ديال 50 درجه وما كتكونش تحت الشتاء 4 شهور ولا 5 شهور، من بعد كيجي فيضان ومن بعد الشتاء عاوتاني كتغبر. حنايا كنعانيو بزاف من هذا الشيء. اذا الكوب 28 كانت استثنائيه كذلك، كانت واحد الدفعه دبلوماسيه ديال الامارات كبيره على صندوق الخسائر والاضرار، باش الدول المتقدمه تحط الفلوس باش تخلص الدول الناميه والدول الفقيره على الاضرار ديال التغير المناخي في هذه البلدان. عاوتاني كاين واحد ولكن قداش الخسائر والاضرار اللي كتوقع في الدول الناميه كنقدروها ب 3000 حتى 6000 مليار دولار في العام. الدول المتقدمه حطات 700 مليون دولار، والو بالنسبه للاحتياجات الحقيقيه ديالنا باش نتكيفوا للتغير المناخي وباش البلدان ديالنا تبقى خدامه.